اديها اضاءه عشان اديها اضاءه. اهو الاضاءه دي ريحته باينه. ايه ده ميه. ميه ثابته، ميه راكده. ميه راكده. طب ما الميه دي ممكن تاثر على الاثر. لا لا لا، دي اصلا ده بير. ده بير اصلا. بير اصلا ومتبدل، يعني مجهز ان هو دي ميه، مش قصه ولا حاجه دي. اه بس ده جزء منه ده. ها؟ يعني يوقع لنا الاثر بتاعه. لا جزء من البير ده. ها؟ بالظبط. روعه. اهو ده حوض الميه اللي فوق ده. هنا بقى ده الفتحه بتاعت السرير اللي تحت. ايوه الفتحه بتاعت السرير ينقل الميه من هنا بالظبط، يطلعها من هو هنا. زي في حبل كده وجرد يروح حاططها على فوق. تيجي هنا بقى الترميمات بقى اللي اتعملت. بص الترميم وحش اهو. يا ريس أهو. ترميم زفت. حجر جديد. لا مؤاخذة. الترميم ده ايام العتبة بتاع زي حواف وائل يا معلم. ده بقى تحط الميه تمشي في الخط دوت. وتروح نازله على اللوح الرخام ده. الفتحات دي او التعريج دي كانت بتحجز الاتربه. تنزل الميه نضيفه وساقعه. تخش هنا في الخط دوت. وتروح في مواسير اللي هي الظهر بتمشي بتغذى الحوض الميه دي كلها. مواسير صح. بالظبط. ميه ساقعه. بص بقى السقف نفسه. هو الميزه في الركن الاثريه الحوض النفسي بيمتص الحراره. الحجر. ايوه نوع حاجة رملي. هو نفسه بيمتص الحراره. ده جيري ولا رملي؟ ده رملي. وتلاقي الأرضية كانت في اسمه ايه دوت في الأزهر كانت حاجة رملي. هو خلاها وحطه في ده ايه ده هو في هنا حمامات ولا ايه؟ احنا ايه المشكلة دي؟ ده كان في ناس هنا يعني فوق طبعا ده المنزل كده خطوط المنزل. كان معمول المنزل كان موصل صرف هنا بعد كده لابوه. مين اللي فاكر الايام 10؟ لا هم الناس اللي كانوا قاعدين قوي لغايه كانوا بيجوا من المكان ده يقعدوا فيه. يقعدوا ونظام كده فاكرهم مسكين هم ابو كفيل كان قاعد في المكان هنا. مين؟ الناس كانوا قاعدين في المكان هنا. عاملين صرف وكده فطبعا هم مش طبعا. كنت حمامات هنا. بس على بالك بقى وانت نازله احسن تتعوري. اتعور. على بالك بس بتتكوره. ايوه ابتدينا نكوره كده. كل اعدائك الفلسطينيين. هنزل ازاي؟ ده مش هقدر انزل ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. حط سليك على جنب وانت انا عايزه طوله صعب جدا. لا بالعكس هو احسن من هو احسن من اظن كفايه كده. خليك انا خايف عليك انا منور لك وانا خايف. يعني احنا ايام الشيخ كنا بنطلع الهرم وايام الاثار لما كنت في الكليه خدت ماما القلعه طلعت الله ده مكان تخزين الميه. الله يا لهوي يا لهوي يا شايف الدايره دي او الغطا ده؟ صحيت خش جوش ايوه ده الغطا ده ده سبريك اللي بيوزع على السبيل بتاع الميه. اللي باخده منه ميه بتحطها في السبيل. شايفها فين؟ صور ما انا بصور. موبايلك احسن. لا صور بس ده حاجات ثابته. ايه؟ في البدايه في فتحات ميه دي مع بعض. فدلوقتي عملوا ايه؟ الموضوع العرب ده في الشارع بتاع الكوريه عملت الصرف دوت يعني وجهته للبلاعات. وده ايه السرير؟ الصرف اللي كان بيخزن ده في الميه بتاعت بتغذى مصر كله. يعني كان في ميه هنا حطت لغايه فوق طلعوها بقى على البلاعات دلوقتي اللي هو الصرف اللي كان بيحصل في الغوريه دلوقتي مش كده من شهر من 3 4 اشهر كتير.
كان بقى له فتره عاملين المواسير. بالظبط. دي جميله. فخلوا بقى عشان ترمي كلها في المواسير دي عشان ما تاثرش على الاثر نفسه. وفي نفس الوقت اصلا لما تنزل يعني الميه كانت في المكان نفسه ولا في مكان ما احنا واقفين. تلج؟ في المكان نفسه. ده انا هطلعك دلوقتي هوريك السبيل. كويس؟ السبيل دوت كان في ناس بتروح بقى من الجد الميه هنا وتسحب الميه. يعني كانه بير ميه، من فوق بير ميه وتحت خزان ميه يغذي.